الحضارة المصرية القديمة هي واحدة من أقدم وأعرق الحضارات في التاريخ البشري. نشأت هذه الحضارة على ضفاف نهر النيل في شمال شرق إفريقيا منذ حوالي 3100 قبل الميلاد، واستمرت حتى الغزو الروماني لمصر في 30 قبل الميلاد. تميزت الحضارة المصرية بالعديد من الإنجازات في مختلف المجالات، مثل الهندسة المعمارية، والطب، والفلك، والفنون، والدين، والسياسة. تعتبر البيئة الجغرافية لمصر القديمة، وخاصة نهر النيل، العامل الرئيسي الذي ساهم في نمو واستقرار هذه الحضارة. كان النيل مصدرا للري والزراعة، مما سمح بإنتاج محاصيل غذائية وفيرة ودعم سكانا مستقرين. كما وفر النيل وسيلة نقل واتصال بين مختلف مناطق مصر. كان الدين جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمصريين القدماء. عبد المصريون العديد من الآلهة والآلهات، وكان لكل إله دور معين في الحياة والموت والطبيعة. أشهر الآلهة المصرية تشمل إله الشمس رع، وإلهة الحب والحرب حتحور، وإله الموت أنوبيس، وإله الخلق أمون. كانت الطقوس الدينية تجرى في المعابد، التي كانت مراكز للعبادة والتعليم والثقافة. كما تميز المصريون القدماء بتطوير نظام ري معقد، واستخدام الطوب اللبن في البناء، وإنشاء المعابد الضخمة مثل معبد الكرناك ومعبد أبو سمبل. كانت الفنون جزءا مهما من الحياة المصرية القديمة. شملت الفنون المصرية النحت، والنقش، والرسم، وصناعة المجوهرات. أحرز المصريون القدماء تقدما كبيرا في مجال الطب. كانت لديهم معرفة واسعة بتشريح الجسم البشري، وكانوا يجرون عمليات جراحية متقدمة ويستخدمون أعشابا طبية لعلاج الأمراض. كما برعوا في علم الفلك، حيث كانوا قادرين على حساب الوقت والتقويم بدقة، وطوروا نظاما للكتابة يعرف بالهيروغليفية. الخلاصة: تعد الحضارة المصرية القديمة من أكثر الحضارات تأثيرا في التاريخ البشري، وتركت إرثا عظيما في مختلف المجالات. لا تزال إنجازات المصريين القدماء تدرس وتستكشف حتى اليوم، وتستمر في إلهام العالم الحديث بما قدمته من إبداعات ومعارف.